السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ طبعا يا جماعة هتقولي بتعملي ايه؟ ان شاء الله دي عيش اسمه عيش تبطيط. عيش تبطيط، عارفين يعني ايه عيش تبطيط؟ عيش التبطيط ده يا جماعة بالمية والخميرة بس فقط لا غير. يعني مية وخميرة. عيش التبطيط بقى دوت ايه يا جماعة؟ احنا بنخبزه، في ناس عندنا بتاكله بالخضار بالعدس. اسمع كده يا علي، بالخضار او بالعدس او باي طبيخ. في ناس اللي بتحب الايه العيش الناشف بتطلعه ناشف، وفي ناس بتطلعه عيش طري. طبعا انا عاملاه النهارده عشان ياسين ابني بيحبوا تسقيه في اللبن. مش عايزه اقول لكم واكذب عليكم ان انا عاملاه لياسين لوحده، انا عاملاه لمحمد وليا طبعا انا رخ، لان انا بحبه وبموت فيه. ان احنا بنعمل اللي بنطيب اللحمه طبعا زي ما انتم شايفينها اهي. طبعا انا عامله لحمه زي ما انتم شايفينها كده بتغلى اهي، هي يعتبر كده ايه كده استوى، بس انا عاملاها قبل ما اخبز العجين، قبل ما اخبز العيش، عشان خاطر اما اخبز العيش يا جماعه يبقى كده ايه، يبقى كده اللحمه جاهزه. اجي جايه قايمه ايه، اجي جايه قايمه عامله الفته على طول واكليه بالف هنا وشفا. طبعا العيش بالفته فتة عدس. بس انت ما بتحبش التسقيه اكتر مني. انت بتحب تسقيه اللبن، انما انا بحب تسقيه اللحمه الفته، الشوربه بتاع اللحمه بالفتة. امسح ايدك الاول. سنه وانتم طيبين، احلى ناس في الدنيا واحلى متابعين. الله باذن الله تدعموني وتقفوا جنبي عشان قناتي تكبر، لان القناه مش هتكبر خالص، باين عليها ايه. لا ان شاء الله هتكبر ان شاء الله باذن الله. طبعا يا جماعه انا مش جايه بعلمكم طبعا ولا بقول لكم ان دوت ايه، ان في ست بيت مش شاطره. طبعا كل ستات البيوت شاطرين ومية مية، وما بقولش في حقهم ايتها حاجه، وما بقولش في حقهم اي حاجه طبعا. بس احنا طبعا بنعمل الفيديو ان هو يبقى ميزه، يعلم البنت، يعلم البنوته اللي لسه متجوزه، اللي هي لسه يعلم البنوته اللي هي متجوزه لسه وما تعرفش حاجه، تفتح الفيديو تلاقي ايه، تتعلم بقى ان هي تعمل الحاجه اللي انا بوريها لها. ان شاء الله احنا بنقرصه. طبعا العيش ما بيتقرصش اكبر من كده، احنا بنقرصه في الاحجام ديت كده. شايفين الاحجام دي يا جماعه اهي؟ اللهم صل على النبي. والعجينه اهي. حبتين تانية ووشها كده وعملها حبتين فوق بعض. صلوا على رسول الله يا جماعه وقولوا عليه الصلاه والسلام. ربنا وبيحب ربنا يكرمنا طبعا، وبيحب الخير. استنى يا علي، وبيحب الخير لغيره يشترك في القناه بتاعتي. انا بحركه. طبعا داليا بتعمل لي بتلبس لي على بتلبس لي قدامها على المكنه، وانا ايه هرص ورا بعض. هجيب صلى على رسول الله يا جماعه. بصوا اهي من ورا زي قدام اهو. طبعا اول ما بنطحن الغله طبعا بناخد الدقيق اللي هو الخامس والسادس اللي احنا بنعمل منه ايه، اللي احنا بنعمل منه العيش ده. لان الدقيق ده الخامس والسادس بيبقى اسمر، ما ينفعش ناخده بالاسمر ده هنعمل منه قرص او نعمل منه بتاوي. طبعا لازم بنخليه فضلا كده، لازم نخليه العيش اللي هو بالخميره والملح ده بس، الدقيق الخامس والسادس. صلى على الرسول وقول عليه الصلاه والسلام. بلدي الفلاح دي عيش الفلاح بتاعنا ولا حاجه. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي. اما الفرن بيشتغل بقى بصوا، اللهم صل على النبي اهو، يطلع علب على طول اهو. بصوا الفرن بيبدا يشتغل. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي اهو. صلوا على رسول الله وقولوا عليه افضل الصلاه والسلام. اذكروا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا يا جماعه، صلوا على الرسول. الراجل اللي فوق بيلعب طلع يودي بطنه. لا الوش زي الضغط. احنا بنحبه احمر، ما بنحبوش ابيض، بالذات العيش
اللي هو قدام زي ورا، شايفين؟ اللهم صل على النبي اهو، قدام زي ورا. لسه ما عملناش، هحط بس ده واعملها لك. حطي يا رنا. مش عارفه خلي بقى عشان الصوت. ليه ماما؟ يا علي ما تخلينيش ازعل منك. علي ده اللي زعلنا منك اهي يومك. صلوا على رسول الله يا جماعه، وقولوا لنا ايه رايكم في العيش بتاعنا اهو قدامكم اهو. اهو يا جماعه، ايه رايكم في عيشنا بقى؟ قالوا لي بقى ايه؟ طبعا ان شاء الله باذن الله فاضل لي حاجات بسيطه اهوت اللي باقيين اهو اللي باقيين. خلينا نخلص وارجع لكم تاني. ما تطولش الفيديو عليكم. حطوا اللايك واشتركوا في القناه. لازم العيش ان انا بخليه نوره خفيف عشان خاطر هو في قلب التسقيه وانا بسقي وبعمل الفته ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش فيه حتت ايه؟ متجنبه حمراء او حتت غامقه في الفته. بس يا علي اضربيها ده ليه؟ خلاص اقعد ساكت. دي باينه. بطلع بره كده الناحيه دي واشد وايه؟ وارص كده حواليا زي ما انتم شايفين كده. رص العيش اللهم صل على النبي قدامكم اهو، ما فيهوش عيب ولا فيه ايتها حاجه خالص. طبعا احنا في البدران تحت والدنيا بصوا مش عايزه اقول لكم نار الجو نار. بصلي على رسول الله وقول عليه الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه احنا كده خلاص خلصنا، وادي العيش بتاعنا اهو اللهم صل على النبي، هشش خالص وخفيف اهو زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي اهو، قعره زي وش. طبعا دي مش النهايه جوه عند الفته. يلا بينا عشان اوريكم ازاي الفته وجمال الفته بتاعت ام محمد سلمى. يلا بينا اوريكم الفته. زي ما قلت لكم ادي العيش اللي انا خبزاها اهو، صلى على رسول الله. بس انا طبعا قبل ما اصور انا رحت غيرت هدومي عشان خاطر ان انا طبعا الدنيا كانت حر والهدوم كلها كانت جايبه ميه مش من الفرن طبعا والصاج. ده العيش اللي انا خبزته وكسرته اهو زي ما وريته لكم اهو، ده عشان اعمل منه ايه؟ فتة اللحمه اللي هي الشوربه بتاع اللحمه، وطبعا فتة ايه؟ فتة اللبن برضك في نفس الوقت، وفتة العدس طبعا في الشتاء بنعمل فيه انه فتة العدس. واي حاجه العيش ده يا جماعه بيبقى ملوش حل في الفتة. صلوا على رسول الله. وطبعا اللحمه بتاعتي طابت زي ما انتم شايفينها كده. هبدا بقى ان انا احط. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. طبعا انت جعان يا ياسين انا عارف. طبعا انا قاعد مستنيكي من ساعتها. بصوا يا جماعه صلوا على رسول الله وقولوا عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه انا كده ايه بحط كده. لازم انا اسقي العيش كله شوربه من بتاعه اللحم. لازم انا اسقي العيش كله شوربه من بتاعه اللحمه زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. طبعا ما حدش يقول ده عك، لان ما يعرفش الاكله دي غير الاكيل. الاكيل هو اللي يعرف الاكله دي عامله ازاي يا جماعه ونظامها عامل ازاي وحلاوتها وطعامتها بقى. يا سلام على الحلاوه والطعام. هبدا بقى ايه يا جماعه؟ نحط اللحمه ونرص اللحمه فوق منها كده. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه صلوا على رسول الله. افضل الصلاه والسلام. خش صلى على الرسول. جمال اللحمه وجمال العرق البريتو. ده العرق البريتو يا جماعه اللي بقول لكم عليها اهو، بموت فيه ده موت. فتة العيش باللحمه يا جماعه اللهم صل على النبي. ادي فتة العيش باللحمه اللي انا بكلمكم عليها. واللهم صل على النبي. انا كنت مزوده الشوربه والشوربه كتير خالص اهي. واللهم صل على النبي. صلى على رسول الله وقولوا عليها افضل الصلاه والسلام. طبعا اللي شاف الفيديو بتاع ام محمد سلوى وعيش الفته والفته بعد ما عملتها وعليها اللهم صل على النبي اللحمه كده وهي مرصوصه، جمال وحلاوه يا جماعه. ما فيش بعد كده. بعد كده ما فيش. صلى على رسول الله وقولوا عليه الصلاه والسلام. واللي عجبه الفيديو يحط لنا لايك واشترك في القناه.